شكرا لك ولضيوفك الكرام. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدين الأعزاء، أينما كنتم طاب مساؤكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات، ومرحبا بكم من العاصمة السعودية الرياض. ومن الأول بارك سينطلق الكلاسيكو الأول في العالم، كلاسيكو الأرض بين البارسا والريال في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يبحث الريال عن رد الدين بعد خسارة اللقب في الموسم الماضي من أمام البارسا بثلاثية، فيما البلوغرانا يمني النفس في الحصول على اللقب رقم 15 والانتصار رقم 1 بعد 100 على الفريق الملكي في مجمل البطولات. إذن أولى المواجهات في العام الجديد، من يستطيع أن يلحق بالآخر أولى الخسائر وينتزع منه أولى البطولات بكل تأكيد 90 دقيقة وربما أكثر على صفيح ساخن هنا في الأول بارك بين ريال مدريد وبرشلونة، في مواجهة من العيار الثقيل تلبي ذائقة كل محبي كرة القدم في كل أقطار الأرض. باختصار إنه كلاسيكو الأرض بين الميرينجي والبلوغرانا. ريال مدريد الفريق الذي يدخل بتشكيلة أندري لونين في حراسة المرمى، كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي، فالفيردي، تشاوميني، كروس، بيلينغهام، وفي الأمام البرازيليين أو البرازيليان رودريغو وفينيسيوس جونيور. في المقابل فريق نادي برشلونة الذي يدخل ببينيا في حراسة المرمى، أراوخو، كوندي، أندريس كريستنسن، بالدي، سيرجي روبرتو، فرانك ديونغ، إلكاي غوندوغان، بيدري، وفي الأمام ليفاندوفسكي وفيران توريس. الأول بارك جاهز لاحتضان هذه المباراة الكبيرة، هذا الكلاسيكو الكبير، هذه المواجهة التي ينتظرها الجميع في كل أقطار الأرض. صافرة حكم المباراة السيد خوان مارتينيز مونويرا ستنطلق في هذه الأثناء لتعلن عن بداية الكلاسيكو، لتعلن عن ضربة البداية التي يتشوق إليها الجميع والتي ينتظرها الكل بكل تأكيد. البارسا لديه الكثير من الغيابات على مستوى التشكيل في مباراة اليوم، الحديث عن ماركوس ألونسو، الحديث على رافينيا البرازيلي، الحديث عن حارس المرمى الأساسي تير شتيجن، والحديث عن الغائب طيلة الموسم جافي الغائب الأبرز عن مواجهة اليوم على اعتبار بأنه كان رجل النهائي الماضي. إذن بالفعل تنطلق صافرة خوان مارتينيز مونويرا. الريال على يسار السادة المشاهدين الكرام، البارسا على اليمين، ريال بالقمصان البيضاء ناصعة البياض، الريال بالتاريخ الطويل، الريال من أجل الانتقام لخسارة الموسم الماضي في المباراة التي أقيمت أيضا هنا في العاصمة السعودية الرياض، لكن لم تقام بالمناسبة على أرضية هذا الملعب، بل كانت في الملعب الآخر استاد الملك فهد الدولي في الرياض، درة الملاعب. مباراة التي انتصر فيها برشلونة ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. سجل أهداف البارسا بيدري وجافي وروبرت ليفاندوفسكي. في المقابل هدف الريال الوحيد سجل كريم بنزيما، لاعب اللي يتواجد مع فريق الاتحاد السعودي في هذه الأيام. روديجر يعيد الكرة للخلف عند حارس المرمى أندري لونين، الحارس الأوكراني صاحب القميص رقم 13. بالمناسبة حتى بينيا حارس مرمى فريق نادي برشلونة يرتدي القميص رقم 13، لكن أندري لونين يبحث عن البطولة رقم 13. في المقابل بينيا، الله على بيلينغهام يقطع الحديث، انطلاقة سريعة من فيني، تدخل من أندريس كريستنسن، يكسب الكرة، يمرر بعد ذلك عند إلكاي غوندوغان، يمرر عند بيدري، عودة عند رونالد أراوخو، ساقطة باتجاه روبرت ليفاندوفسكي، يمرر في الجهة اليمين دون عنوان، طويلة الكرة الماضية، أقرب إلى أن تصل عند حارس المرمى أندري لونين. البارسا القادم من فوز أمام أوساسونا في نصف النهائي بهدفين دون رد، سجلهما ليفاندوفسكي ولامين يامال. واحد من الخيارات الممكنة لامين يامال الموجودة لدى السيد شافي على مستوى شوط المباراة الثاني بحسب مجريات المباراة. الكرة مدريدية في الجهة اليمين، وصلت عند فيدريكو فالفيردي، فالفيردي في المنتصف يبحث عن بيلينغهام، يستلم بيلينغهام في الدائرة، وصل بعد ذلك من ناتشو إلى تشاوميني، تمريرة عند توني كروز، ينقل كرة بالمسطرة أقصى الجهة اليمين، انطلاقة من رودريغو ممكن يمر الكرة عند داري كارفاخال، عرضية، خطورة مستمرة للريال. فينيسيوس يحاول يسدد، تعود تصطدم عند توني كروز، يحافظ على كرة توني كروز، يمرر الكرة عند تشاوميني
تشاوميني في المنتصف، مرر الكرة في أقصى الجهة اليمنى عند داني كارفاخال دون عنوان، أقرب إلى أن تصل عند الحارس بينيا. 24 سنة لهذا الحارس الإسباني الشاب. يعني الكلاسيكو يفتقد للكثير من الأمور. الكلاسيكو بعيدا عن أنه فقد جزءا من بريقه بأن فقد كريستيانو وليونيل ميسي، لكن الكلاسيكو أيضا يفتقد إلى بعض الأمور. الكلاسيكو تخيل أن ما في ولا لاعب أرجنتيني موجود اليوم على مستوى الكلاسيكو. الكلاسيكو اليوم حراس المرمى، حارسي المرمى سواء في الريال أو برشلونة كلاهما يغيبان ويشاركان الحراس الاحتياطيين. شوف الكرة، شوف عرضية داني كارفاخال، محاولة رودريجو، لكن الكرة لم تشكل خطورة على مرمى فريق نادي برشلونة. مندي يستلم كرة، يمرر واصلة عند فينيسيوس جونيور، يحاول التقدم، يفضل العودة للخلف، تمريرة واصلة عند توني كروز، يمرر عند فيدريكو فالفيردي، عودة بعد ذلك عند ناتشو عند فالفيردي. توني كروز يستلم كرته في المنتصف، يمرر لكن خاطئة، تعود تسترجع للبارسا. الكاي جوندوغان يمرر، وصلت في اليمين، تغطية بعد ذلك الكرة تخرج وتذهب عند رمية تماس لمصلحة فريق نادي برشلونة. هذا الكاي جوندوغان اللاعب الألماني الوحيد الموجود في تشكيلة فريق نادي برشلونة، واحد من اللاعبين القادرين على ابتكار الحلول، على صناعة الفرص، على خلق المساحات في الأماكن الضيقة. الكاي جوندوغان. في المقابل في الريال لدينا لاعبان ألمانيان، الحديث يأتي عن روديجر وكذلك الحال توني كروز. رمية تماس لمصلحة فريق نادي برشلونة. يتنفس المدرب تشافي هرنانديز بعودة بيدري إلى التشكيلة الأساسية بعد الغياب الطويل لبدري وجافي، لكن لدينا انطلاقة عند الكاي جوندوغان يمرر كرة حلوة، عرضية يا الله، تصل الكرة عند أندري لونين يا الله في المرة الأولى من الكاي جوندوغان، وبعد ذلك توريس يضيع الكرة الماضية. فيران توريس نعم أضاع اللقطة الماضية، فرصة كادت أن تعطي البارسا الأسبقية وأن تعطي البارسا الأفضلية. الكلاسيكو يحتاج إلى هدف مبكر، الكلاسيكو يحتاج إلى هدف مبكر يذكرنا بالهدافين الكبار، يذكرنا بالأسماء الكبيرة التي مرت في تاريخ الكلاسيكو، بالظاهرة رونالدو، بصامويل إيتو، بلويس فيغو، بكريستيانو رونالدو، بليونيل ميسي، وبعديد الأسماء التي مرت وعبرت عبر بوابة الكلاسيكو. كلاسيكو الأرض بين البارسا والريال. بدري في المنتصف يحاول التقدم، يمرر كرة خلف الجميع، لكن مندي يقطع الكرة بصورة فورية. عودة عند روديجر، ينتظر تشاوميني، تنقل الكرة عند داني كارفاخال، عودة مرة أخرى عند تشاوميني، ينقل كرة أقصى اليسار، البحث عن بيلينغهام، تعود الكرة عند فينيسيوس والخطورة من اليسار، يحاول التقدم، يمرر عرضية من بيلي، لكن تغطية بعد ذلك وإبعاد رونالد أراوخو في المكان والزمان، يقطع الطريق على بيلينغهام في الكرة الماضية. تتجه الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان عند ضربة زاوية لمصلحة فريق نادي ريال مدريد. هذه تمريرة الكاي جوندوغان، محاولة في المرة الأولى من توريس، في المرة الثانية حاول يلعبها بالكعب توريس، لم يتعامل مع الكرة بجدية أكبر. في المقابل كارلو أنشيلوتي، رجل صاحب 64 عام الذي يناظر إلى لاعبو فريقه، توني كروز يلعب كرته العرضية، وصلت بعد ذلك الكاي بالكعب، حلوة، بالدي، انطلاق، سرعة، عودة عند مندي، ينقل كرة عند رودريجو، يمرر الكرة إلى ناتشو، إلى رودريجو، محاولة تقدم. الريال هو الذي يهاجم في هذه الأثناء، الريال هو الذي يتقدم في هذه الأثناء. تشاوميني ينقل كرة عند داني كارفاخال، عودة بعد ذلك عند روديجر، يمرر الكرة إلى ناتشو، وصلت عند تشاوميني، مرور من تشاوميني، يمرر الكرة عند توني، وصلت عند بيلينغهام، لمسة حلوة من بيلي، وصلت عند فيني، جول الأول للريال، الرقم 7 يضرب عند الدقيقة 7. يا الله يا فينيسيوس جونيور بعد تمريرة بيلينغهام، وجاء حارس المرمى وأفلت من حارس المرمى ومر من حارس المرمى وعبر من دفاعات برشلونة وترجم الكرة إلى المرمى إلى الشباك. شوف تشاوميني إلى كروز إلى بيلي، وين فيني، هذا فيني
هذا فيري إلى المرمى إلى شباك بارسا، إلى شباك برشلونة، إلى قلب كاتالونيا. يتقدم بهكذا وضعية وهكذا كيفية ويضع الكرة في المرمى في شباك الحارس بينيا. يسجل فينيسيوس جونيور مستغلا تمريرة على طبق من ذهب من بيلينغهام. يا الله يا الله يا الله يا الله على كرة جميلة. لكن ماذا لدى الريال اليوم؟ يهاجم بكل ضراوة من البداية رودريغو. يا إلهي على كرة ماضية، على لقطة ماضية، على تصدي ماضي من بينيا في اللقطة الماضية. حاول أن ينقذ البارسا من هدف ثاني كان محقق من رودريغو. نعم سدد وواجه حارس المرمى، والريال كاد أن يسجل الثاني، فيما البارسا كاد أن يقبل ثاني الأهداف. يا له من كلاسيكو مجنون، ويا له من ظهور مجنون، ويا له من حضور كبير للريال على مستوى التسع دقائق الأولى من زمن شوط المباراة الأول. يفرض نفسه ويسجل. يا لجمال وروعة هذا الهدف يا فينيسيوس جونيور. إلكاي جوندوغان وصلت عند بدري. ماذا لديك يا تشافي؟ الكرة موجودة عند جوندوغان، يستلم في المنطقة، يلعب كرة ساقطة موجودة خارج المنطقة، بعد ذلك بالراس وصلت عند بالدي من الجهة اليسار. يفكر في التمرير، يفكر في العرضية، يفضل سيرجي روبرتو. عودة إلى بالدي، العرضية موجودة لكن داني كارفاخال وصلت عند بيلي. يسقط بيلينغهام بعد ذلك، والكرة عند خطأ لمصلحة فريق نادي ريال مدريد. لكن 10 دقائق مجنونة في الكلاسيكو، سيناريو ولا أروع للمدريديستا الموجودين هنا في الأول بارك، ولكل عشاق الفريق الملكي في كل أقطار الأرض يا تشافي. لكنه السيناريو الأسوأ بالنسبة لك يا تشافي أن تبدأ وأنت متأخر بهدف أمام ريال مدريد. وفي النهائي روديجير يلعب كرة عند داني كارفاخال. حلوة الكرة في المساحة عند رودريغو. عرضية، جول ثاني لفينيسيوس جونيور. إعصار الريال يضرب هنا في الأول بارك. يسجل فينيسيوس جونيور هدفا ثاني ويعطي الريال أفضلية وأسبقية. سجل الأول فيني بصناعة بيلي، سجل الثاني فيني بصناعة رودريغو. الريال يتحدث البرازيلية هنا أمام البارسا في الأول بارك في الرياض. يا الله على الانطلاقة، اللمسة حلوة كانت من داني كارفاخال. التهمت دفاعات برشلونة. أين دفاعات برشلونة؟ رودريغو عرضية تدرس، لكن فينيسيوس يدخل للكرة الماضية بقدميه، بكلتا قدميه، يودع الكرة في شباك برشلونة باليمنى واليسرى معا إلى شباك الحارس بيريا، إلى شباك البارسا. يسجل فريق نادي ريال مدريد هدفا ثان يعطي الأفضلية والأريحية لأبناء المدرب كارلو أنشيلوتي. نعم، ينفجر فينيسيوس جونيور، يتحرك رودريغو بعد التمريرة على طبق من ذهب من داني كارفاخال في المساحة إلى رودريغو السريع. لكن الريال ماذا يفعل؟ الريال أي بداية يا ريال، أي روعة يا ريال. في المقابل دفاع برشلونة ينهار دفاع برشلونة. يلعب البارسا على خط دفاع متقدم، يسلم مواقع الخلفية بالكل لفريق نادي ريال مدريد الذي فعل الجانب الهجومي في الارتداد وتمكن من فعل كل شيء. بدري يلعب كرة عند توريس، كرة ما زالت الخطورة وكرة. الله، توريس كاد أن يعيد البارسا. يا الله يا الله على كرة في المرة الأولى. شوف توريس تحرك، بعد ذلك بدري يمرر إلى توريس، تسديدة حلوة العارضة بلونها الأبيض. نعم، تتعصب مع الفريق الذي يرتدي القميص الأبيض. العارضة مدريدية هنا. نعم، في الأول بارك تحرم فريق نادي برشلونة من الوصول إلى المرمى، وبعد ذلك أندري لونين. لكن جوندوغان يلعب كرة ساقطة ليست لأحد، وصلت عند توريس، تسديدة بعيدة جدا. الكرة الماضية من اللاعب فيران توريس اللاعب الإسباني صاحب 23 عام. لكن أي بداية أسوأ من هذه يا تشافي هرنانديز.
أي بداية يا صاحب 43 عام. تشافي الرجل الذي تمكن من الفوز على ريال مدريد في 3 مباريات في عام واحد. الحديث يأتي عن الموسم الماضي كرقم كبير جدا لم يستطع أحد الوصول إليه منذ رحيل بيب جوارديولا. الكثير يتفاءلون في تشافي، لكن الفريق عصفت به الكثير من الأمور، لعنة الإصابات، الغيابات، الأمور المالية التي يعاني منها البارسا الواضحة للعيان. في المقابل الريال مدريد الذي يعيش في بحبوحة مالية كبيرة، الريال الذي يقدم صفقات كبيرة ومدوية. يتحدثون عن كيليان امبابي، يتكلمون عن كيليان امبابي كثيرا في ريال مدريد بأنه سيكون الورقة القادمة للفريق الأبيض لتعزيز صفوف النادي الملكي الذي يريد العودة للتتويج مرة أخرى إلى دوري الأبطال بعد أن فقده في الموسم الماضي وتوج به السيتي. الكرة بالكعب حلوة لمصلحة بيلينغهام، تمريرا وصل بعد ذلك باتجاه فينيسيوس، محاولة تقدم انطلاقا من فيني من الجهة اليسار، محاولة انطلاق وعرضية إلى رودريجو، لكن تغطية حلوة، التغطية من سيرجي روبرتو، تمريرا عند كوندي، ينقل كرة في اليسار عند بالدي، يحاول التقدم بالدي، يمرر بعد ذلك إلى إلكاي جوندوغان. فرانكي ديونغ يعاني، البارسا يعاني على مستوى خروج الكرة من الخلف إلى الأمام، على مستوى التحولات السريعة، على مستوى التقدم بدون كرة. يعاني البارسا في صناعة اللعب، يعاني البارسا في الكرات الطويلة. يا تشافي ربع ساعة فعل فيها الريال ما لا يمكن أن يصدق، بغض النظر عن الهدفين الذي سجلهما أو اللذان سجلهما فينيسيوس جونيور، لكن الريال يتحرك كيفما يريد في منتصف ملعب فريق نادي برشلونة. أندريس كريستنسن، فرانكي ديونغ يمرر الكرة في الدائرة، وصلت بعد ذلك عند كوندي، محاولة تقدم من اللاعب الفرنسي، عودة بعد ذلك من بيدري إلى أراوخو، بيدري يعود بالكرة مضطرا للخلف، وضعية غير سامحة من أجل التقدم للأمام. بالدي يمرر كرة في الخلف عند أندريس كريستنسن، بيدري في الدائرة في المنتصف، يمرر كرة بعد ذلك في أقصى الجهة اليمنى، واصلة عند فيران توريس، يلعب كرة عند بيدري بالرقم 8 بذكريات إنيستا والرقم 8، عودة بعد ذلك بالكرة عند رونالد أراوخو، تمريرة عند فرانكي ديونغ ينقل كرة عند جوندوغان، عودة بعد ذلك إلى الهولندي عند فرانكي ديونغ، يمرر الكرة عند كوندي، محاولة تقدم. البارسا يريد العودة، يريد تقليص النتيجة، يفكر في العودة إلى مجريات المباراة بعد أن تلقى ضربتين من فينيسيوس جونيور. انطلاقة سريعة، جوندوغان يدور بالكرة، يحاول يسدد كرة لكن تعود بعد ذلك، وصلت عند بالدي، تغطية، تدخل، عودة، خروج للكرة بعد ذلك، الكرة عند ضربة زاوية لمصلحة فريق نادي برشلونة. البارسا في وضعية الهجوم في هذه الأثناء، يحاول الوصول إلى مرمى الريال وتقليص النتيجة. شوف الكرة، شوف كرة بيلينغهام في المرة الأولى، غير متسلل على الإطلاق، نو اوف سايد. فينيسيوس جونيور في كرة اسيست كان في منتهى المثالية من جود بيلينغهام بالقميص رقم 5. إلكاي جوندوغان ينفذ ركلة الزاوية ساقطة راسية، إبعاد يأتي، عودة بعد ذلك بالكرة، لكن خوان مارتينيز مونويرا الحكم صاحب 41 عام، الرجل الذي يعتبر من مواليد مدينة فالنسيا، ثالث كلاسيكو بالمناسبة يديره بين البارسا والريال، لكن شوف التدخل من كوندي على ناتشو في الكرة الماضية، خطأ موجود لمصلحة ناتشو، بسلامة لناتشو، التدخل كان من كوندي. الريال أيضا يعاني كثيرا في هذا الموسم من الإصابات، يعني الريال والبارسا كلاهما عانى من الإصابات، لكن ثمة ما هو فارق واضح للعيان بين الريال والبارسا على مستوى هذا الموسم، هو طريقة التعامل. يعني الريال يجيك لاعب مصاب ويروح لاعب مصاب، الريال يعاني من غيابات بالجملة، لكن هنالك اللاعب البديل الذي يستطيع أنه ينزل إلى أرضية الميدان ويقدم، لا أريد أن أبالغ وأنا أقول بأنه يقدم ما يمكن أن يقدمه اللاعب الأساسي، لكنه يقدم كل ما عليه بالفعل. لذلك الريال تماسك كثيرا، لذلك الريال يتصدر الدوري بالمشاركة مع فريق نادي جيرونا بفارق الأهداف
عن فريق نادي جيرونا الفريق الآخر في مدينة كاتالونيا. روديجر ينقل كرة ساقطة باتجاه فيني، محاولة استلام وهروب، لكن الكرة بعد ذلك سهلة جدا واصلة عند الحارس بينيا. 255 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، 103 انتصار للريال، 100 انتصار للبارسا. تعادل حضر في 52 مباراة سابقة. الحديث يأتي عن لغة الأرقام بشكل كامل في المباريات الرسمية بعيدا عن المباريات الودية والبطولات الودية. عودة بالكرة بعد ذلك عند أندريس كريستانسن، ينقل كرة وصلت عند كوندي. كوندي يبحث عن أراوخو، يعود للخلف بعد ذلك عند الحارس بينيا. يظل النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي للكلاسيكو ب26 هدف، من خلفه كل من ألفريدو ستيفانو وكريستيانو رونالدو كلاهما ب18 هدف لكل لاعب. لكن بدون أدنى شك يظل المحبين لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يعتقدون بأنهما أهم أيقونتين في تاريخ الكلاسيكو. هذا أمر طبيعي جدا. محاولة انطلاق وكرة عرضية، بعد ذلك التغطية موجودة من مندي في الكرة الماضية، رمية تماس لمصلحة عناصر فريق نادي برشلونة. كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جزء كبير والصفحة الأهم في تاريخ الكلاسيكو بكل تأكيد، اللي بالمناسبة سيلتقيان بعد 16 يوم فقط هنا في الرياض في ملعب المملكة أرينا، في افتتاح ملعب المملكة أرينا، الملعب التابع لفريق نادي الهلال السعودي. مباراة بعد 16 يوم تجمع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في مباراة تجمع فريقي النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي في الرقصة الأخيرة كما يقولون، الرقصة الأخيرة بين كريستيانو وليونيل ميسي. إلكاي جوندوغان يمرر كرة عند بدري، عودة بعد ذلك عند فرانكي ديونغ، يمرر الكرة واصلة عند أندريس كريستانسن، واصلة في الأمام البحث عن سيرجي روبرتو إلى روديجير أو إلى بالدي عفوا، واصلة بعد ذلك عند فرانكي ديونغ، استرجاع للكرة بصورة جميلة من فيدريكو فالفيردي، وصلت في الجهة اليمنى رودريجو يحاول التقدم بمهارة كبيرة. الله يا رودريجو، من بين الأقدام من تحت الأقدام مشاها رودريجو من أمام سيرجي روبرتو، من أمام سيرجي روبرتو اللاعب صاحب 31 عام، أقدم لاعب يرتدي قميص برشلونة يتواجد في الكلاسيكو حاليا اللي هو سيرجي روبرتو. واصل بعد ذلك عند أندريس كريستانسن مدافع فريق نادي برشلونة، تلقى الكرة في الأمام، هذه خطرة، توريس يسدد كرة لكن تصطدم بعد ذلك في ناتشو. الكرة الماضية ماذا؟ نعم كرة ماضية تمر وتذهب إلى خارج أرضية الميدان. هذه لقطة الهدف الثاني، لمسة اللي كانت في المرة الأولى من داني كارفاخال إلى رودريجو، لم يكن متسللا رودريجو، تقدم انطلاق، بعد ذلك وضعية فينيسيوس كانت متاحة أيضا في المرة الأولى، نو اوف سايد على فينيسيوس جونيور، العرضية والأسيست يأتي من رودريجو، والنهاية السعيدة تأتي بعد ذلك من فينيسيوس جونيور، يعطي الريال ويهدي الريال هدفا ثاني مستحق لمصلحة فريق نادي ريال مدريد. إلكاي جوندوغان في الدائرة يمرر كرة واصل عند إندريس كريستانسن، كل ما نقول إندريس نذكر إندريس الأول والأخير، إندريس إنيستا، اللاعب اللي يتواجد بالمناسبة مع فريق الشارقة الإماراتي في هذه الأيام في بطولة الخليج العربي، الدوري الإماراتي لكرة القدم. لكن إندريس إنيستا وتشافي وميسي هما من قاد ثورة برشلونة الكبيرة في الألفية الجديدة. نعم البارسا عندما التهم الجميع، التيكيتاكا التي ألهبت عقول الجميع، التيكيتاكا التي كان الكل يستمتع بها، القاسي والداني، المحب وغير ذلك. مندي يعيد بالكرة إلى الخلف عند أندري لونين تحت الضغط، يمرر، وصل بعد ذلك عند روديجر، يفكر في التمرير، يفضل عودة الكرة عند أندري لونين، وصل بعد ذلك الكرة عند توني كروز، تمريرة عند داني كارفاخال في الجهة اليمنى، يلعب كرة ساقطة باتجاه بيلينغهام،
يسقط بيلينغهام، يخسر الكرة، تسترجع عند فرانكي ديونج. الحكم أعطى استمرارية اللعب. ديونج يمرر، روبرت ليفاندوفسكي. البارسا يهاجم في هذه الأثناء، وصلت في اليسار عند بالدي في محاولة تقدم من بالدي. بالدي يلعب كرة عرضية لكن تشاوميني عودة بالكرة بعد ذلك عند بالدي مرة أخرى، يمرر باتجاه سيرجي روبرتو لكن داني كارفاخال وصلت عند روديجر. يلعب الكرة الماضية بعشوائية اللقطة الماضية والتمرير الماضية من روديجر، اللاعب الألماني صاحب 30 عام. كرة لمصلحة فريق نادي برشلونة، تمرر بعد ذلك عند سيرجي روبرتو من الكاي غوندوغان إلى فرانكي ديونج. ديونج يمرر الكرة عند أندريس كريستنسن، اللاعب الدنماركي صاحب 27 عام في تشكيلة البارسا. تقدم انطلاق، محاولة اختراق، روبرت ليفاندوفسكي يسقط، يبدو بأنه يعاني من إصابة. تستمر الكرة، عودة بعد ذلك من كودي، يقطع الطريق على رودريغو. تعود الكرة إلى بالدي، يستمر في اللعب رغم سقوط روبرت ليفاندوفسكي إلا أن الحكم يعطي الاستمرارية. عودة بعد ذلك عند غوندوغان، يلعب تمريرة إلى روبرتو، واصلة عند فرانكي ديونج. عودة عند إلكاي غوندوغان، فرانكي ديونج عند أندريس كريستنسن، يمرر كرة عند كوندي في المنتصف، تمريرة عند بيدري. عودة عند كوندي، البحث عن زميل، البحث عن لاعب في الجهة اليسار، محاولة تقدم بعد ذلك من بالدي. بالدي يحاول، ممكن يمر لكن الكرة بعد ذلك تعود عند أندريس كريستنسن، ينقل كرة في الجهة اليمنى لمصلحة عناصر فريق نادي ريال مدريد أو لمصلحة البارسا. محاولة تقدم، تمريرة واصلة عند جود بيلينغهام، يلعب كرة في الجهة اليمنى. عودة بعد ذلك من فيني، تغطية، تدخل، إبعاد للكرة، اللقطة فيها رمية تماس لمصلحة عناصر فريق نادي ريال مدريد. شوف الكرة الماضية، محاولة تقدم، سقوط اللي كان وإصابة على مستوى الوجه. بالسلامة للاعب روبرت ليفاندوفسكي، اللاعب الأكبر عمرا في تشكيلة فريق نادي برشلونة، اللاعب الأكبر عمرا في تشكيلة فريق نادي برشلونة. حضور رسمي كبير في مباراة اليوم من الجانبين. الحديث عن رئيس نادي برشلونة المتواجد لابورتا، وكذلك الحال عن رئيس نادي ريال مدريد. كذلك الحضور الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم متمثلا في سعادة الأستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. الكرة موجودة بعد ذلك عند كوندي، يمرر كرة واصلة عند أندريس كريستنسن. كريستنسن في محاولة تقدم، واصلة عند إلكاي غوندوغان. كوندي يتقدم من المنتصف من الدائرة، يمرر كرة بعد ذلك لمصلحة رونالد أراوخو. عودة بالكرة عند بيدري، يخسر الكرة لكن تصطدم بعد ذلك بالفعل، تعود لمصلحة عناصر فريق نادي ريال مدريد. جود بيلينغهام يكسب رمية التماس لمصلحة فريق نادي ريال مدريد. تعود الكرة في الخلف عند ناتشو، تمريرة عند أندري لونين، يمرر كرة عند روديجر. البارسا في المركز الرابع على مستوى بطولة الدوري الإسباني، في واحد من أسوأ مواسم برشلونة على الإطلاق، واحد من المواسم التي لا يقدم برشلونة كرة القدم الجماعية المعروفة والمعهودة عنه. فيدريكو فالفيردي يعيد الكرة عند داني كارفاخال، واصلة عند جود بيلينغهام في المنتصف، يمرر كرة عند تشاوميني، ينقل كرة في أقصى الجهة اليسار، واصلة عند مندي، محاولة تقدم، عودة بعد ذلك عند فيني. فيني يمرر عند توني إلى تشاوميني، محاولة انطلاق، البحث عن فيران مندي لكن الكرة بعد ذلك طالت من تشاوميني واتجهت إلى خارج أرضية الميدان. هذا تشاوميني اللاعب الفرنسي صاحب 23 عام، لاعب اللي بالمناسبة عندما يلعب تشاوميني أساسيا في تشكيلة ريال مدريد فإن الريال لا يخسر على الإطلاق، هكذا تقول لغة الأرقام، وبالتالي يعتبر بمثابة تميمة الحظ لعشاق الفريق الملكي، وقبل ذلك للسيد كارلو أنشيلوتي الذي يتفاءل به كثيرا بكل تأكيد. الكرة عند فينيسيوس، محاولة تقدم لكن رونالد أراوخو يقطع الكرة، عودة بعد ذلك تمريرة حلوة خلف الجميع، محاولة تقدم، انطلاق، واصلة عند توريس، هذا هو يا توريس،
أندري لونين يحرم توريس من الوصول إلى المرمى. أندري لونين يستأسد في مرمى الريال. أندري لونين نعم بقوة كبيرة وبروعة في الكرة الماضية، تصدى للقطة الماضية على طريقة حراس كرة اليد، أبعد الكرة بالقدم. أندري لونين الحارس الشاب الأوكراني صاحب 24 عام يحرم البارسا من الوصول إلى شباك مدريد. استلام بالكرة، جود بيلينغهام، محاولة تحرك، ممكن يمر، ممكن عرضية، لكن تغطية، تأمين الكرة بعد ذلك لمصلحة عناصر فريق نادي برشلونة. ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي برشلونة. البارسا بعد هذا النهائي سيواجه دي سلامينكا في دور ال16 من كأس ملك إسبانيا. شوف اللقطة الماضية، التصدي في حال الانفراد من أندري لونين بروعة كبيرة. الكرة لمصلحة الريال، محاولة تقدم، لكن بعد ذلك التغطية، رونالد أراوخو، فينيسيوس يفتك الكرة، بعد ذلك الكرة طالت واتجهت لمصلحة عناصر فريق نادي ريال مدريد. ركلة زاوية لمصلحة الريال. 28 دقيقة 28 دقيقة الريال هو الذي يتقدم بالنتيجة، والريال هو الذي يتقدم إلى الأمام، والريال هو الفريق الذي ينطلق إلى الأمام يبحث عن الهدف الثالث. توني كروز على تنفيذ ركلة الزاوية الثانية للريال. ركلة زاوية للريال، وقبل ذلك ركلة زاوية للبارسا. الكرة ساقطة، تشاوميني عودة بعد ذلك واصلة باتجاه روديجر، يترك الكرة عند رودريجو بالمهارة الفردية بالحل الفردي، ممكن يعبر، يفضل التمرير. داني كارفاخال يلعب كرة مخادعة نوعا ما لكنها سهلة في اللقطة الماضية. كارلو أنشيلوتي المدرب الذي لا يبتسم إطلاقا في أرضية الميدان حتى وفريق يتقدم بالهدفين بالثلاثة، هذا الأمر لا يعنيه. يجب أن يكون على قدر كبير من الجدية في التعامل مع لاعبو الفريق الملكي. النظرة الإيطالية في كرة القدم، النظرة الإيطالية، التيكي-تاكا الإيطالية أو كرة القدم الإيطالية المعروفة والمعهودة بالانضباط الكبير. بالدي يمرر الكرة، عودة بعد ذلك عند سيرجي روبرتو، وصلت عند فرانكي ديونغ، يمرر عند سيرجي روبرتو، تمريرة عند كوندي في المنتصف. البارسا هو الذي يستلم الكرة في هذا الوقت، البارسا هو الذي يبحث عن الوصول. روبرت ليفاندوفسكي، عرضية ممكنة من بالدي، تغطية بعد ذلك من ناتشو باتجاه فيدريكو فالفيردي، يمرر كرة واصلة، الكرة ساقطة بعد ذلك باتجاه بيلينغهام، يلعب الكرة، عودة بعد ذلك لمصلحة روديجر، يلعب الكرة روديجر، ساقطة باتجاه فريق نادي برشلونة. بينيا يلعب كرة عند أندريس كريستنسن، تمريرة في المنتصف لمصلحة البارسا. ريال القادم من فوز كبير قبل هذه المباراة في نصف النهائي أمام الروخي بلانكوس، هنالك أمام أتلتيكو مدريد. استلام للكرة، تغطية بعد ذلك وتحرك، عودة الكرة عند داني كارفاخال، محاولة هجوم برشلوني من أجل الوصول إلى مرمى الريال. إلكاي غوندوغان، البارسا هو الذي يهاجم، عودة من بيدري، وصلت عند غوندوغان، تقدم للبارسا، استمرارية للعب. الكرة عند بالدي، يلعب كرة عرضية لكن تغطية فيدريكو فالفيردي، يبعد الكرة الماضية. الكرة عند رمية تماس لمصلحة فريق نادي برشلونة، رمية تماس لمصلحة فريق نادي برشلونة. تلعب الكرة في أقصى الجهة اليمنى لمصلحة البارسا، عرضية ساقطة، تغطية، تدخل، ما زالت مستمرة. فيران توريس يمرر كرة، عادت عند رونالد أراوخو، عودة بعد ذلك عند كوندي يمرر الكرة عند أندريس كريستنسن. فرانكي ديونغ يحضر البارسا للوصول إلى هدف أول أم ماذا؟ يقترب البارسا نوعا ما، يبادر في الهجوم في هذه الأثناء، يريد الوصول إلى شباك الحارس أندري لونين، يفكر في تقليص النتيجة. من الممكن هذا يا بارسا الآن، من الممكن الخروج 2-1 في شوط المباراة الأول، بكل تأكيد أفضل بكثير، أفضل بمراحل من الخروج 2-0.
2-1 تجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات في شوطها الثاني. جوندوغان تمريرة عند اندريس كريستنسن، عودة بعد ذلك عند الكاي جوندوغان. فرانكي ديونغ، بيدري يمرر كرة باتجاه فيران توريس، محاولة تقدم، عودة عند بيدري ممكن يسدد، بيدري يمرر كرة واصلة عند بالدي، ممكن يمر، يلعب الكرة عند جوندوغان يحاول التمريرة في اليسار، بالدي في العرضية، الريال يبعد الكرة وليفاندوفسكي جول من عنق الزجاجة. يعيدهم روبرت ليفاندوفسكي، يعيدهم مرة أخرى، يعيد آمالهم مرة أخرى. نعم، روبرت ليفاندوفسكي يعيد البارسا مرة أخرى، يسجل البارسا هدف التقليص ويقلص الفارق. كرة كانت جميلة ورائعة، تسديدة كانت مثالية، في الأولى من جوندوغان في التمرير، الثانية في العرضية، التغطية من مندي، اخترقت الجميع، اخترقت دفاعات الريال وحارس مرماهم. صاروخ مسير بقدم روبرت ليفاندوفسكي يدك مرمى فريق نادي برشلونة، يدك مرمى فريق نادي ريال مدريد، ويعطي التقليص، يعطي أمل في العودة لمصلحة البارسا. 2-1. الآن خذ لك مباراة عزيزي المشاهد، الآن استمتع بأحداث مجنونة، لأن هدف فينيسيوس الثاني قضى على برشلونة نفسيا، لكن روبرت ليفاندوفسكي مع الدقيقة 33 يتمكن من العودة مرة أخرى ببرشلونة ويعيد البارسا، ينهض بالبارسا من تحت الركام ينهض بالبارسا مرة أخرى. 2-1. 33 دقيقة، أفضلية مدريدية على مستوى النتيجة، بعد ذلك الريال يضاعف النتيجة، بعد ذلك البارسا يقلص النتيجة. هذا ليس كل ما في الأمر. الكلاسيكو دائما وأبدا حافل بالكثير من الأمور التي تشد الانتباه طيلة 90 دقيقة وربما أكثر. فيدريكو فالفيردي، تمريرة عند داني كارفاخال، عودة بعد ذلك عند روديجر، يلعب التمريرة باتجاه ناتشو، تقدم من ناتشو وتمرير في الجهة اليسار. مندي يلعب الكرة إلى فيني عند مندي عند توري يبحث عن تشاوميني، يمرر عند تشاوميني، تقدم من اللاعب الفرنسي، البحث عن زميل، تمريرة في الجهة اليمنى، داني كارفاخال، تشاوميني يتقدم، يمرر، عودة بعد ذلك روبرت أو فيدريكو فالفيردي، يمرر كرة في الدائرة عند توني كروز، تمريرة إلى فالفيردي، محاولة تقدم، البحث عن فينيسيوس جونيور. بعد الهدف الثاني تقريبا قلت خطورة نوعا ما، لكن لا تأمن فينيسيوس جونيور من أي كرة، من أي لمسة، من أي تمريرة، من أي انطلاقة، من أي اختراق، يمكن له أن يخلخل كل الدفاعات. لكن برشلونة أنا لا أعلم كيف دخلت شافي بدفاع متقدم منذ الدقائق الأولى. هل كان يفكر في الضغط على الريال منذ الثواني الأولى مثلا؟ توني كروز يلعب كرة استعراضية جميلة، التمريرة بعد ذلك عند فيدريكو فالفيردي، ينطلق فالفيردي يبحث عن زميل، يخسر الكرة، الكاي جوندوغان يعيد الكرة للخلف عند حارس المرمى بينيا، تمريرة بعد ذلك ساقطة في الأمام، البحث عن روبرت ليفاندوفسكي. هدف جميل جدا من روبرت ليفاندوفسكي، اللاعب اللي سجل بالمناسبة في المباراة السابقة أمام فريق نادي أوساسونا، مباراة التي انتصر فيها برشلونة بهدفين نظيفين. تمريرة في أقصى الجهة اليمين، داني كارفاخال في محاولة تقدم ومرور، البحث عن تشاوميني، استلام من تشاوميني، تمريرة في اليمين واصلة عند رودريجو، محاولة تقدم من رودريجو، وصلت عند داني، عودة عند رودري إلى بيلي عند تشاوميني عند داني يحاول التقدم، يمرر كرة إلى بيلينغهام، ممكن يسدد، يفضل التمرير، توني كروز، عودة بعد ذلك عند تشاوميني، وكرة ساقطة، سقوط ليفيري. ماذا يقول الحكم؟ ركلة جزاء لمصلحة الريال، الدفع على فينيسيوس جونيور من رونالد أراوخو. ماذا تفعل يا أراوخو؟
هذا ما لا ينقص برشلونة يا أراوخو. نعم، ركلة جزاء يشير إليها السيد مارتينيز مونويرا، خوان مارتينيز مونويرا يشير إلى ركلة جزاء، قرار قابل للاستئناف عن طريق تقنية الفار. لكن شوف الدفع في الكرة الماضية من رونالد أراوخو، التدخل بإهمال على فينيسيوس جونيور في الكرة الماضية. بعد ذلك حكم المباراة يقرر وجود ركلة جزاء ويثبت القرار بركلة جزاء لمصلحة الريال. فينيسيوس جونيور سينبري لتنفيذ ركلة الجزاء. الريال على موعد مع الوصول إلى الهدف الثالث، وفيني على موعد مع الوصول إلى التاريخ. فينيسيوس سيصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ الكلاسيكو هاتريك. فينيسيوس إن سجل فإنه تقريبا، غير متأكد من المعلومة، لكن تقريبا والعلم عند الله أنه سيكون أسرع لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الكلاسيكو خلال 38 دقيقة فقط. يا فينيسيوس جونيور، هل يمكن أن تصل إلى الهاتريك هنا في الكلاسيكو بعد أن أضعت في الودية؟ أنت الآن في الرسمية يا فينيسيوس جونيور أمام بينيا في اختبار صعب للحارس بينيا. فيني وبينيا، هل يسجلها الريال؟ هل يفعلها الريال عند الدقيقة 38؟ فيني جول! ثلاثة أهداف مدريدية برازيلية بأقدام فينيسيوس جونيور. هاتريك مستحق للريال لفينيسيوس جونيور. نعم، يسجل في 38 دقيقة. اللاعب رقم 7 ينفجر هنا في الأول بارك. هل أخبروك أن كريستيانو يسجل هنا كل يوم؟ هل أخبروك يا فينيسيوس أن كريستيانو أصبح هذا الملعب ملعبا مفضلا بالنسبة له، فقررت أن تكون كذلك أيضا؟ فينيسيوس جونيور نعم يسجل هاتريك. ليس كريستيانو وحده من يرتدي القميص رقم 7 ويسجل هاتريك، بل فينيسيوس جونيور أيضا يرتدي القميص رقم 7 ويسجل هاتريك ليسعد المدريديستا في كل مكان، يسعد المدريديين في كل مكان. نعم، تشافي هرنانديز يعترض على ركلة الجزاء، لكن تقريبا كانت واضحة. تدخل كان من رونالد أراوخو بإهمال. في المقابل في الصورة فيرنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، الرئيس الذهبي لفريق ريال مدريد. يعني الريال يمتلك الرئيس الذهبي ويمتلك مدربا ذهبيا بمعنى الكلمة، كارلو أنشيلوتي. الكرة عند بالدي، ينقل كرة بعد ذلك في المنتصف، واصل التأمين على الكرة من ناتشو، يعيد الكرة عودة في الخلف لمصلحة أندري لونين. يعني البارسا في الوقت الذي نهض به روبرت ليفاندوفسكي وأعاد البارسا مرة أخرى، في الوقت الذي أعاد البارسا من تحت الركام، يعود البارسا ويرتكب خطأ عن طريق رونالد أراوخو ويتلقى هدف ثالث. يصر لاعبو برشلونة على الخروج بفارق الهدفين متأخرين. هذا الأمر بكل تأكيد يزعج السيد تشافي هرنانديز صاحب 43 عام. كارلو أنشيلوتي يكبر بالمناسبة. تشافي هرنانديز ب21 عام، 64 عام. يا رجل، يقولون أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة. هذا مثل شهير ومقولة معروفة لدى الجميع، لكن في كرة القدم العمر في بعض المرات قد يكون مجرد رقم بالفعل. الكرة في المنتصف عند فرانكي ديونغ، محاولة تقدم، تمرير كرة واصلة عند بيدري. البارسا يريد أن يقتنص هدف، يمرر كرة بيدري لكن تعود بعد ذلك توني كروز، ينقل الكرة لمصلحة الريال. حلوة من فينيسيوس باتجاه بيلينغهام، محاولة تقدم من بيلينغهام، يبحث عن التمريرة حلوة خلف الجميع، لكن بعد ذلك التأمين للكرة الماضية. اندريس كريستنسن يلعب الكرة بسرعة، يتبادل الكرة بينه وبين بينيا، يسلم الكرة عند سيرجي روبرتو، عودة بعد ذلك عند اندريس كريستنسن، واصلة عند فرانكي ديونغ، تمريرة عند إلكاي جوندوغان. 4 أهداف في ظرف شوط واحد،
أمر جميل ورائع بالنسبة لعشاق كرة القدم، لمحبين كرة القدم، لمن يريدون أن يستمتعون بكرة القدم بعيدا عن تلك الأدوار التكتيكية المملة. الجماهير العشاق المحبين دائما يريدون أن يستمتعون بالأهداف، وكذلك المعلقين. لا حاجة لنا بمباراة لا يوجد فيها أهداف، ما فيها أهداف، ما فيها متعة، لا حاجة لنا بها على الإطلاق. الكرة في المنتصف، اندريس كريستنسن يمرر الكرة عند كوندي، تمريرة في الأمام باتجاه بيدري، يخسر الكرة، لكن بعد ذلك سيرجي روبرتو يمرر كرة عند بالدي، يلعب كرة عرضية، التغطية من تشاوميني، عودة بعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الميدان، رمية تماس لمصلحة عناصر فريق نادي برشلونة. هذا التدخل في الكرة الماضية، تدخل كان من جود بلينغهام على بيدري، بطاقة حمراء نعم على أحد الجهاز الإداري الموجود في تشكيلة فريق نادي برشلونة. في المقابل بطاقة صفراء على اللاعب بيلينغهام، اللاعب اللي يقدم موسم رائع وكبير جدا رفقة الريال على مستوى بطولة الدوري، كذلك الحال في الأبطال، انفجر في مباراة نابولي، في مباراة الإياب، وكذلك الحال في مباراة الذهاب، سجل في مباراة فالنسيا، سجل في العديد من المباريات، يصنع يسجل يفعل كل شيء. بالقميص رقم 5 يعيد إلى الأذهان زيدان وذكريات زيدان وتاريخ زيدان وماضي زيدان الجميل مع الفريق الميرينجي الكبير. الكرة عند إلكاي جوندوغان، تمريرة واصلة عند رونالد أراوخو، عودة بعد ذلك في الخلف عند كوندي في الدائرة، يمرر كرة عند رونالد أراوخو، تمريرة واصلة في الجهة اليمنى لمصلحة فريق نادي برشلونة، عودة بعد ذلك في التمرير روبرت ليفاندوفسكي يبحث عن المساحة، استخلاص من توني كروز، عودة بعد ذلك الكرة من فيدريكو فالفيردي في الأمام، لكن رونالد أراوخو يكسب الكرة. قبل ذلك حكم المباراة يصفر على وجود خطأ ومخالفة لمصلحة فريق نادي ريال مدريد. تدخل كان من قائد فريق نادي برشلونة سيرجي روبرتو صاحب 31 عام، تدخل على فيدريكو فالفيردي اللاعب الأرجواني الوحيد الموجود في تشكيلة فريق نادي ريال مدريد. في المقابل أرجواني آخر في تشكيلة البارسا رونالد أراوخو. إذا توني كروز يلعب كرة عند ميندي، عودة بعد ذلك عند ناتشو إلى توني كروز، تمريرة عند روديجر، واصلة عند تشاوميني، عودة عند الحارس أندري لونين، يلعب كرة ساقطة في المنتصف باتجاه بيلينغهام، يخسر الكرة بيلينغهام، تصبح لمصلحة فريق نادي برشلونة في حوزة اللاعب إلكاي جوندوغان، يمرر الكرة في المنتصف فرانكي ديونغ، إلكاي جوندوغان، فرانكي ديونغ إلى رونالد أراوخو، محاولة تقدم، تمريرة في الأمام، البحث عن سيرجي روبرتو، بعد ذلك ناتشو يؤمن على الكرة الماضية، تذهب إلى خارج أرضية الميدان عند ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي ريال مدريد. جانب من جماهير ريال مدريد المتواجدة والحاضرة هنا في جنبات ملعب الأول بارك، هنا في ساحة النصر يتواجد جماهير الريال وتتواجد جماهير برشلونة، تحضر بكثافة بكل تأكيد من أجل أن تساند فريقها، لكن جماهير الريال الأكثر سعادة. في المقابل جماهير البارسا تشعر بالحزن على اعتبار أن البارسا هو الفريق الذي يتأخر ويتخلف في نتيجة المباراة. في المقابل الريال هو الفريق الذي يتقدم بثلاثية رائعة، الكرة بالكعب، عودة بعد ذلك، لكن حكم المباراة أشار إلى خروج الكرة، رمية تماس لمصلحة فريق نادي برشلونة. تشافي هرنانديز كيف سيتعامل مع ما تبقى من الوقت في زمن شوط المباراة الأول من الوقت المضاف؟ 4 دقائق أشار إليها السيد خوان مارتينيز مونويرا كوقت مضاف للوقت لزمن شوط المباراة الأول. الكرة في الجهة اليسار، أندريس كريستنسن يخسر الكرة، لكن خطأ بعد ذلك لمصلحة البارسا. تدخل كان من فيدريكو فالفيردي في الكرة الماضية على أندريس كريستنسن بالقميص رقم 15، كلاهما بالقميص رقم 15 على 15، لكن البارسا يبحث عن البطولة رقم 15 اليوم بالمناسبة
بعد 14 نسخة سابقة لمصلحة فريق نادي برشلونة. في المقابل الريال 12 بطولة، يبحث عن البطولة رقم 13 ويبدو بأنها في الطريق. فرانكي ديونج يلعب كرة ساقطة بالراس حلوة، عودة بعد ذلك واصلة عند داني كارفاخال، مشروع الارتداد، تدخل من كوندي، يكسب الكرة، يحاول التقدم، كوندي يحاول من الجهة اليسار، عودة وافتكاك عند فينيسيوس جونيور، يبعد الكرة بعد ذلك التمريرة حلوة من بيلي، السرعة الكبيرة عند مندي من الجهة اليسار، يفكر في التقدم، يبحث عن فيني، تمريرة حلوة عند فيني يحاول المرور، عودة اضطرارية للخلف، يلعب كرة ساقطة، يبحث عن جود بيلينغهام، لكن تغطية بعد ذلك وتدخل الكرة عند رمية تماس لمصلحة فريق نادي ريال مدريد. دقيقتان فقط كل ما تبقى من زمن شوط المباراة الأول. فيدريكو فالفيردي لاعب الذي يمكنه التسديد من أي مكان في أرضية الميدان، قدم قوية جدا، قدم تعرف طريق المرمى يا فيدريكو فالفيردي. اسألوا حارس نابولي عن فيدريكو فالفيردي، التسديدة التي كانت في مباراة الذهاب لا تصد ولا ترد على الإطلاق. عودة بالكرة بعد ذلك عند توني كروز، يمرر كرة عند ناتشو، تمريرة واصلة عند روديجر، يعيد الكرة عند حارس المرمى أندري لونين، يمرر الكرة ناتشو، روديجر، تمريرة باتجاه رودريغو لكن تخرج الكرة الماضية، تمريرة روديجر لتصبح لمصلحة عناصر فريق نادي برشلونة. كوندي، البارسا في الهجوم الأخير على مدريد تقريبا في شوط المباراة الأول، هل يصنع البارسا شيء؟ هل يقتنص هدف التقليص؟ 3-2 ممكن تكون أجمل للبارسا. عودة بعد ذلك عند فرانكي ديونج، اندريس كريستنسن، فرانكي ديونج، يبحثون عن سيرجي روبرتو، وصل سيرجي روبرتو، عودة بعد ذلك عند فرانكي ديونج، يمرر في الجهة اليسار بالدي، سيرجي روبرتو، محاولة تقدم، تمريرة طارت بعد ذلك كرة سيرجي روبرتو، اتجهت عند رمية تماس، تنفذ بصورة سريعة، تغطية، تدخل، عودة الكرة بعد ذلك عند ركلة زاوية قد تكون الأخيرة بزمن شوط المباراة الأول. ركلة زاوية عند إلكاي جوندوغان، ثالث ركلات الزاوية للبارسا، في المقابل ركلتين زاوية للريال. إلكاي جوندوغان على تنفيذ ركلة الزاوية الأخيرة لمصلحة فريق نادي برشلونة، ينفذ الكرة لكن أندري لونين، عودة عند بدري وكرة، لقطة ختام يا بدري، لقطة ختام في الكرة الماضية كادت أن تكون، شوف كرة جوندوغان، عودة بالكرة، استلام من بدري، الكرة كانت متجهة إلى المرمى، من الذي حرك المرمى؟ من الذي أزاح المرمى؟ في يسارية كانت متجهة إلى المرمى لكنها ظلت طريقها في الأخير لينهي حكم المباراة السيد خوان مارتينيز مونويرا صافرة شوط المباراة الأول، معلنا تقدم فريق نادي ريال مدريد ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. حتى شوط المباراة الثاني أترككم في حفظ الله ورعايته.